السلام عليكم. سؤال دائما يتكرر، دكتور عندي قرحة بالمعدة أو قرحة بالاثنى عشري وأريد أصوم، أقدر أصوم أو لا؟ جواب هذا السؤال بصراحة شوي يحتاج له شرح. أول شيء، قرحة حاليا بالطب الحديث كقرحة مزمنة تقريبا شبه انتهت، إلا في أحيانا نادرة جدا، في أسباب نادرة تبقى القرحة مستمرة، بس غالبا القرحة تروح. حاليا بالطب الحديث أكو علاجات تنهي القرحة وما تبقى القرحة مستمرة، فكقرحة صراحة ماكو، بس أكو فشي مصطلح ثاني بالطب حاليا يسموه عسر هضم وظيفي، فانكشنال ديسبيبسيا. شنو الفانكشنال ديسبيبسيا؟ فجزء من القولون العصبي، يعني فرع من القولون العصبي اللي هي معدة حساسة، معدة ما تتحمل ضغوطات، وبالغالب ضغوطات نفسية أو ضغوطات هضمية. فعادة عنده فانكشنال ديسبيبسيا يحس دائما معدته مرتاح، دائما يحتاج علاج. يفضل انه لا يضغط على المعده، لا يضغط على المعده من جهه القلق والتوتر والشد النفسي، انه يبتعد عن هاي الشغلات المثيرات النفسيه، ومن جهه ثانيه من جهه الاكل، لا يضغط على معدته بكميات اكل كبيره ولا بكميات اكل صعبه بتصريف المعده، مثل الدهون تكون صعبه بتصريف المعده. احنا شايفين الدهون حتى يعني بالواقع العملي بحياتنا شويه تلزق، يعني خلينا نقول بالمكانات اللي بيها، فنفس الشيء المعده تكون صعبه الدفع. كل ما يكون الغذاء يكون عالي بالالياف وعالي بالخضره والفاكهه، يكون اسهل على المعده وحركتها.